بقينا ملطشه. يعني تلمى حميتي العسكري الوحيد اللي في الدنيا دي جنرال فريق اول بدون ما يدق كراعه في كليه الكلال الكليه الحربيه ما دخلها. حاضر. معسكر ما دخل معسكر بتاع الدفاع الشعبي. عنده فيديو قبل ما يموت كلمته به، لابس فيه بنطلون بني لحد الركبه قصير وشبشب اسود وشايل عصايه ولابس كاكي بتاع الدفاع الشعبي. وقته الوقت ده كان هو الحمار واحد معه 25 نفر. هو اساسا دفاع شعبي. ما يجي ياسر عرمان يقول لك الفلول وما الفلول. انت حميتي ده بدا دفاع شعبي يا اخواننا. اول حاجه تاج شريك كان بتاع الدفاع الشعبي. اول حاجه مشى رقد للاسلاميين دول ما اسلاميين ولا الجيش، مشى دخل الدفاع الشعبي راسه عديل. حميتي ده دفاع شعبي عنده بطاقه عديل بتاع التنسيقيه بتاع الدفاع الشعبي، ما يقعد يعمل لك فيها. الحته الثانيه لما جهاز الامن والمخابرات نحن ما ممكن، لكن زول مصنوع عديل للقتل والاجرام. يجينا واحد اسمه ياسر عرمان 21 سنه بيحارب في القوات المسلحه، داير يضع رؤيه للقوات المسلحه، ده ما حيفرتيقه طبعا. واحد تاني مختل اسمه عزت الماهري، الزول ده مقفول في مستشفى بتاعت مجانين، مختل ما بقى مسخره. يعني الدعم السريع ربنا سبحانه وتعالى يعني ما عارف. والله مرات الواحد بيحين على الدعم السريع ده، والله العظيم مسخره. حتى رئيسهم مسخره، حي مسخره، ميت مسخره، عبد الرحيم مسخره، الطريقه اللي بيتكلم بها حميدتي مسخره. ما في حاجات. احنا الجيش بيحارب في الدعم السريع وبيضحك، والله العظيم. الدعامه بضحكوا يا اخوان، الدعامه بضحكوا. قال لي والله احنا ترى شفنا الطياره نزلت وقلنا شايلات ولا عيان، واحنا طبعا يا اخي وقام برهان طلع عليها بالباراشوت. سمعت الفيديو بتاع الزول ده؟ سالوه قال لي والله شفناه احنا. داير يقول انه الرساله اخلاقيه. الباراشوت ده يا سيدي الكريم الزول بيتلب به من الطياره، بيفتحه بينزل ما بيطلع الباراشوت. فده بيبرر. ده فضيحه. اي كلمه يقول الدعم السريع فضيحه. ليه ربنا سبحانه وتعالى وصفهم يعني ودخلهم في الحيز بتاع السخريه ده؟ ليه؟ الدعام يا اخواننا يجي يقعد يقول لك انه هو احسن زول، وشايف الناس دي كلهم يقول لك الجنقايه قتله، الجنقايه هو زول. عندهم كده، ده فاهم. طيب الثقافه دي والعرق الآري، وانه زي الفكره بتاعت الاستاذ هشام عباس خيال المآتة بقيت الحين عليه. يعني بقى شاحب ومضغوط، واضح انه تركي آل الشيخ والمخابرات لازاو اللزع عشان يطلع يفتح في اللايفات بيهبل بيروح وما قادر يقول كلمه صحيحه. ما بعض الناس برضه بعض اللايفاتيه زيه كده واضح. طبعا انت الاوردر ما بيظهر سيد، الاوردر ما واضح. اللي بيتكلم من قلبه واضح واللي بيتكلم بجيبه واضح. فمسخره شديده والله وعياط الله. دي اسمها حرب الضحكه. تضحك في الدعم، تدي طلقه وتضحك. اي فيديو عشان هم خاتين نفسهم احسن ناس. فالحمد لله على النعمه دي، وربنا كشفهم وكشف اللي معاهم. حس اللي بيدافع عن الدعم السريع منو يعني اللي بيدافع عنه؟ منو؟ عمران ده مستشار حميدتي، جايبينه في فيديو هزقوا بيه الناس في الشارع. عزت الماهر المذيعات بيضحكوا فيه وعاملينه كوميكس. المذيعه بتيجي متمحنه بتساله بتقول له انت بتكذب وبتقول. احمد طه اليوم كله يضحك، اي لقاء مع دعم سريع احمد طه بيكون بيضحك. مسخره يا عيال، ترى قسما بالله وناسه. فرقه الدعم السريع للفنون المسرحيه والعسكريه، نسميهم كده فرقه الدعم السريع للفنون المسرحيه والعسكريه. مطر بدون براق تشيفه، سمعتها؟ مطر بدون براق شفتها؟ يعني شنو الغبط ده؟ شنو ده؟ واحنا سيادة العرب واحنا يا عيال. عموما في رؤية المسكينة 2030 حقت حميدتي، والليلة كتابة شفنا رؤية حميدتي، شفناها رؤية بيان بالعين، ورانا رؤيته. فمن سخريتها ومسخرتها وتفاهتها انا سينيور صرف عبد الصمد ويل سميث الشهير بصروفي ما حجيب سيرتها عشان اوريك انها ذات اضاني ما طقشتها وما قريتها. والله عامل لي يعني مرسل لي لا سكرينات، والله يعني الدقيقتين دي اللي احنا كنا نشغل فيهم تاني دخلت من ليجي ولا محمد بشير بالبيس في محمود، ولا نشغل لكم الهبل ده لانه هي ما وصلتني، يبقى ما عندها معنى. وانا الحجاب الحاجز بتاعكم حاجه بتمسكم بفحص عليكم، ما
التفاهه دي. دايرين شنو ديل؟ قالوا احنا يا اخي احنا رؤيه البرهان ما مقتنعين بها. ما البرهان ده فريق اول؟ ايوه. ما قائد القوات المسلحه؟ ايوه. ما رئيس مجلس السياده؟ ايوه. ما اللي قاعد فيه بورسودان؟ ايوه. وحياة الله رؤيته ما مقتنعين بها. هاني في كلام. هسه لو قال رؤيتي نقول له زول ما دار نرى رؤيتك ولا خلوا رؤيتك لك. عربي زمان جيت اجانا. هسه لو قال انا داري احلها برؤيتي حنقول له رؤيتك دي تخصك انت. دي ما دار ما توريها لي زول رؤيتك. رؤيتك دي حقتك ما توريها لي زول. ما عربي نجيت اجانا. طيب من المؤشرات بتاعت انتصار القوات المسلحة ظهور مناوي في بورسودان، تكلمنا عنها قبل 3 ساعات، ولكن عشان أكد لك الرؤية بتاعتنا ذاته في مناوي صحيحة. مناوي لما مرق من الخرطوم كان لابس شنو يا اخواننا؟ عشان اوريك الزول صاحب الموقف لما يبدل موقفه. ومناوي لما مرق من الخرطوم كان لابس شنو؟ هناك انت هاي تفضلي لابسه نظاره كده تفضلي انت صاحبة رؤية تفضلي. تذكري مناوي لما مرق من هنا كان من الخرطوم كان لابس شنو؟ بنطلون بتاع جينز ممتاز. وتاني هناك انت بحب التيشيرتات المسطره مناوي، بحب من فوق ابيض لانه هو عنده فكره انه اللون حقه غامق فلازم يعكسه بحاجه، فبيختار الالوان بعيده. المفروض يكون درجات من الرمادي، عرفت، البراون كده، فهمت؟ بيختار الابيض. ايوه شكرا لك. وطلع لابس شنو؟ كدمول. لما مرق من الخرطوم واحنا محتاجين لقوات مسلحه، مناوي ما لبس كاكي. الليله لما الحرب انتهت وبرهان طلع من القياده العامه ومشى بورسودان زياره مدنيه تفقد الحكومه، مناوي مشى لبورسودان لابس كاكي عشان يوريوا احنا والله قاعدين بجيشنا. يا بيبي على منو انت؟ لكن احنا بالنسبه لنا انت معيار. انت معيار يا مناوي. مصلحتك وين؟ انت بتغير هدومك لكل حاله لبوسها. فكن اذا رددت باردا بالانفعال. مناوي عرف ان القوات المسلحه منتصره، ومناوي عرف ان القوات المسلحه بتقيس الوقف معاها بكاكي وكلاش. لبس الكاكي دار يوري البرهان. انت البرهان ما شايفك لما كنت متجدع في الكرسي قاعد في الخلا بتاع الفاشر؟ مناوي ما عارف ان برهان ما عارفك انك سكت اولادك بطياره خاصه وديته المانيا؟ من البرهان ما عارفك لما انت تكلمت في قضيه الشهيد احمد خميس والد جنينه وذبحوه ومثلوا بجثته، انك انت قلت احنا حنقدم الجنة لمحكمه دوليه وقواتك احتفظت بها لروحك؟ البرهان ما عارفك يعني؟ عارفك يا زول. برهان ده بلاع بيلع حنانك ذاته بيبلعك يا زول. تعال لابس كاكي وتعال لابس طبنجة. انت في دارفور ما لبست كاكي يا مناوي. اتحداك تجيب لي صوره لابس فيها كاكي. وبعدين لبس الكاكي بتاع البرهان، التيشيرت المبرقع ده بتاع القوات الخاصه. يا اخي برهان لابسه عنده به شغل، زول قناصه. ده شغل القناصه عشان الكاكي والدبابير بتلمع مع الشمس او اي حاجه بتلمع، فهو ما ده زول شغال ما لابسه متجدع. دي ما فنيله داخليه. برهان شايل القناصه بتاعته ولابس تيشيرت ولابس الطاقيه اللي بتحميه من ده شغله. انت هسه يعمل فيها متجدع ماشي له بيو؟ دار توريه شنو انت؟ زول طالع من ارض العمليات من جوا غرفه القياده، دار توريه شنو انت يا مناوي؟ لكن شكرا لك ده مؤشر كويس. دي مؤشرات احنا بنلمها. مناوي خدت لنا بالجنبه. اسمع الكلام ده بتاع سيدهم. يعني انت في النهايه تطلع قحاتي ده كوم، وتطلع قحاتي ديسمبري من اولاد ياسر عرمان ده كوم. دي الحته دي هتمشي معايا. الحته ده عليه بقى تيتا بتاع والد الجزيره. تيتا ده قال لي يا اخي الله يصرف من الدنيا والاخره. ليه احنا امشي وين؟ يعني بس ورينا امشي وين؟ انا والله جاتني كونفيوز كده. امشي وين انا؟ امشي وين يعني؟ قال لي تيتا ده كلب. اسمع. عليه اننا حينما استلمنا السلطه لن نحسن التعاون مع السلطه. كل قوى الثوره التي استلمت السلطه ولم نحسن تقديم التنازلات لبعضنا البعض كقوى ثوره. واذا دار الزمن مره اخرى لاحسنت قوى الثوره التعامل مع السلطه، وهذه الفرصه التاريخيه ولقدمنا تنازلات لبعضنا للبعض. وهذا هو الامر الذي يجب ان نسعى له الان، لان بلادنا تستحق، شعبنا يستحق، والسلام يستحق، والمجتمع الاقليمي والدولي يستحق ذلك منا. وهل هذا يستدعي ان يكون هناك يعني اعتذار للشعب السوداني عن عدم يعني تعاملكم بما كان يجب ان تتعاملوا به او برشد مع فكره عندما كنتم في السلطه؟ هل يجب ان تعتذروا للشعب السوداني عن هذا الامر؟ نعم، نعتذر لشعبنا اننا لم نوفر القياده الجيده التي يستحقها الشعب وتضحياته، ونحن مستعدين لتصحيح اخطائنا
وان نكون خدام لهذا الشعب، وارواحنا ملك الشعب متى طلبها وجدها. سمعتوا ياسر عرمان قال شنو يا اخواننا؟ تطورات خطيره طبعا من امس. ياسر ده زول جبان، ما صاحب موقف ولا مبدا ولا اي حاجه. تلب من المركب معاه احمد طه، قال له احنا لم نحسن السلطه، وقال له لو دار الزمن تاني ورجع حنتأدب وحنقدم تنازلات لبعض. دار الزمن دي موضوع انتهى يا ياسر. انت ما حتجي الكرسي ده تاني. السودان انت يا ياسر حتخش مربط بورقه من الانتربول، والناس شغاله في الحاجه دي وبلاغاتك جاهزه يا ياسر عرمان. انت وخالد السلك باذن الله حتكونوا المفتاح للمساله دي. لازم نجيبكم بالمناسبه. شفت البرهان ده قاعد في بورسودان؟ انتوا ما حتلاقوه. انتوا المذكرات حتتفتح فيكم، والما حيفتح المذكرات حتتفتح فيه مذكرات. ياسر عرمان قال احنا حنعتذر للشعب السوداني. ده ما كلام ياسر، جاب اخره عين.